عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم. في الحقيقة جزاك الله خير يا شيخ عدنان العرغر على ما قدمت، وأسأل الله أن يجعل ما قدمت في ميزان حسناتك. أما بالنسبة للضيف الذي يتكلم معكم، أنا في الحقيقة أريد أن أضع النقاط على الحروف ابتداء. تفضل. أنا أسأل الضيف المحترم، ما حكم من قال بالتحريف من العلماء؟ التحريف النصي أريد منه إجابة الآن. ما حكم من قال بالتحريف من العلماء؟ أريد منه إجابة الآن. تفضل اسمه. جميل. بداية قلت وأحسب أني أسمعت حيا ولا حياة لمن تنادي. نعم. قلنا أن اعتقاد كل أهل الإسلام وما يجب أن يكون عليه أهل الإسلام نعم. أن هذا هو كتاب الله تعالى الذي جاء به أنا لما أتحدث جبريل. اتهمتني بعدم الحياد، اليوم أنا محايد تمام. لا لا. نعم تفضل. تفضل. الكتاب الذي جاء به جبريل من عند الله تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الناس، من فاتحة الكتاب إلى الناس هو كتاب الله تعالى. ومن يقول غير ذلك معتقدا ومن يقول غير ذلك معتقدا بذلك فهو ليس من ملة الإسلام كائنا من كان. تفضل يا شيخ صالح أكمل. طيب جميل جدا. الآن أنا أجد في كلام للمجلسي في مرآة العقول، في كتابه مرآة العقول المجلد 12 صفحة 525 عند رواية التي هي في الكافي أن القرآن الذي جاء به جبرائيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية، يقول موثق وفي بعض النسخ عن هشام بن سالم موضع هارون بن سالم، فالخبر صحيح. هذا كلام المجلسي إلى الآن. أكمل. دعني أكمل. عفوا دعني أكمل. تفضل. يقول ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره. يقول أعيد ولا يخفى أن هذا الخبر أي 17,000 آية وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد عن الأخبار رأسا، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا يقصر عن أخبار الإمامة، فكيف يثبتونها بالخبر؟ السؤال التالي الآن. تفضل. بناء على ما ذكرت لك من مصدر الضيف المحترم، أريد الآن هل المجلس هنا يقول بالتحريف أم لا يقول بالتحريف؟ أريد أن أسمع منه إجابة. نعم تفضل اسمع. هناك حديث هام يتمحور حوله. نشكر الأخ صالح من عفوا يا شيخ. عفوا. تفضل. عفوا اعطوني فرصة لو تكرمت. تريد أن تسمع الرد وأنت معنا؟ نعم أريد أن أتوقف. هناك حديث. سؤالك التالي، هل المجلس هنا يقول بالتحريف أم لا يقول بالتحريف؟ سمعتك. تفضل اسمع. هناك حديث هو أحد المباني التي يبنى عليها مذهب آل البيت. هذا الحديث يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وعترتي آل بيتي. فإذا كان كتاب الله تعالى محرف فكيف أستمسك بما هو محرف؟ أنا أبني اعتقادي. لم يسألك هذا السؤال، سألك هل هذا يقول بالتحريف أم لا، ولا تضيع وتشوش. لا سألك على الثقلين وعلى الخفيفين، سألك سؤال هل هذا قال بالتحريف أم لا؟ أجيبه عن سؤالك. أستاذ صالح تكرر سؤالك ثاني. عفوا تكرر سؤالك ثاني. تأذني لو تكرمت. عذرا لمشايخ الكبار. سؤالك التالي، هل المجلسي بناء على ما نقلت لك في كتابه مرآة العقول مجلد 12 صفحة 525 يقول هنا ولا يخفى أن هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره، وعندي أن الأخبار في هذا الباب متواترة معنى. سؤالك التالي نقطتين أول السطر، هل المجلسي بناء على هذا الكلام يقول بالتحريف أم لا يقول بالتحريف؟ تفضل يا ضيفنا مع هذه الضحكات الجميلة. تفضل. جميل. أقول مرة أخرى وأحسب أني شكرا أستاذ صالح. شكرا لك. كلمة هدية للضيف. تأذني يا أخي الحبيب، هدية جميلة للضيف. نعم. الخوئي في كتابه البيان في تفسير القرآن صفحة 226 يقول ما نصه، يقول أن هذه الروايات أي التي تقول بالتحريف أن هذه الروايات لا دلالة فيها على وقوع التحريف في القرآن بالمعنى
المتنازع فيه. وتوضيح ذلك يريد أن يشرح الآن، يقول أن كثيرا من الروايات وإن كانت ضعيفة السند فإن جملة منها نقلت من كتاب أحمد بن محمد السياري الذي اتفق علماء الرجال على فساد مذهبه وأنه يقول بالتناسخ، ومن علي بن أحمد الكوفي الذي ذكر علماء الرجال أنه كذاب وأنه فاسد المذهب. إلا أن هنا المشكلة والمعضلة عندكم أيها الشيعة، يقول إلا أن كثرة الروايات تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين عليهم السلام. أي أن الخوئي يقول بأن كثرة هذه الروايات تورث القطع، أي أنه يقطع وليس حكم ظني، انتبه، ليس خبر أحد بل تفيد الحكم القطعي. وصلت الفكرة أستاذ صالح، شكرا جزيلا لك، شكرا لك. يعني نكمل دقيقتين لفضيلة الشيخ عدنان. النقطة لن أخرج عن هذه النقطة. سأترك البرنامج وستكون هذه آخر حلقة أحضرها. لماذا؟ للأسباب الآتية. نعم. أن كل الضيوف هم الشيخ عدنان بشكل آخر. لكن هناك اثنين من المتصلين بالشعب منهم ابن حسن من العراق يعني وما قلته وأكرره، هناك هدف يتمحور حوله وهو عقيدتهم، عقيدة السفة في تكفير الناس. أنا قلت أن مذهب آل البيت يتمحور حول حديث صحيح عريض عن رسول الله صلى الله عليه وآله ليست هذه نقطة البحث. هذا ليس وقته. وإن لم يعقلوا فليسوا بعقلاء. هذا الحديث يقول لا هذا الحديث يقول أن ذخيرة، ليس هذا نقطة تشويش. وقتك سنعيده لك. أنا أتكلم وهو يشوش علي. أن ذخيرة المسلم وعدته المتمحور والمحب والمنتصر لآل البيت أمرين: كتاب الله تعالى وعترته. هذا الحديث هو حديث متواتر يعتقد فيه كل الإمامية وكل الشيعة في أقصى بلاد الأرض. فكيف وأكرره، فكيف نعتصم بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب تم تحريفه؟ هناك أمرين: إما أننا لا نعتصم وعليه أن يثبت ذلك ويأتي بكتاب الآخر، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب فيما قال وعليه أن يقول ذلك. وحاشا عليه صلى الله عليه وسلم أن يكون غير ذلك. هذا السؤال الجميل